يلعبها حلوة حلوة، علي جبر تترد تتلعب لسه مشتركة، حاول يجيبها تاني، جول جول، يلعبها أيمن حفني حلوة حلوة حلوة، الحاوي يحطها في المقص اليمين لمرمى عواد، مش ممكن. أيمن حفني يتقدم لنادي الزمالك، تترد الكرة وياخدها بوش رجله، صعبة صعبة في المقص اليمين لمرمى عواد. ودي قيمة النجم الكبير اللي بقول لحضراتكم الكبار يحضرون في المواعيد الكبرى باستمرار. تردت الكرة، ادي كرة علي جبر، وادي طلعها سعد حسني، وادي اهي ما بين جت في ايديه، جت في ايديه وهو بيلف، هنشوفها تاني اهي، اشتراكه مع بناهيني، تترد وتتصلح ويشوتها في المرمى، عشان اهي من هنا بصوا حضراتكم. طبعا محمد فاروق يمكن في زاويه مش شايفها، انما كانت في ايديه اللمسه، ويلعبها حلوه حلوه. خطير الخطير الخطير الخطير، يحطها له فرصه، جول جول الباسم، باسم الحاسم يحطها. لكن ايه ايمن حفني ده؟ لا 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 لا، ايمن حفني غير مش ممكن. اداله هديه لم الدنيا كلها وحطها له، ويلعبها في المرمى تخبط وتتهادى داخل الشباك عشان يسجل نادي الزمالك الهدف الثاني بشكل رائع لباسم مرسي بهديه. نعم هديه من ايمن حفني، فرحه المستشار مرتضى وسامر ابو الخير اكيد بالهدف الثاني في توقيته في الدقيقه 63. ويتلقى تحيه محمد صلاح وعلاء عبد الغني. بصوا حضراتكم ايمن حفني لعيب كبير، لا مش استنى لما بدا يتحرك بس نشوف راح فين، يا لعبها شالها له، يا ولد يا ولد يا ولد، يا شالها تشب. ايه ده ايه ده؟ جول عبقري، جول عبقري لباسم مرسي اهو البدايه. بصوا حضراتكم حفني استنى وبعد كده اتفضت المساحه، تحرك تحرك رائع بل اكثر من رائع باسم مرسي، ويجيب الجول الثاني باقتدار، شالها تشب مع خروج عواد. والدقيقه 63 يسجل ثاني اهدافه بعد ما سجل كان الجول الثاني في مرمى الاتحاد السكندري. باسم مرسي هديه من ايمن حفني، طبعا نجم الزمالك، ويلعبها عايز يعمل هو الكوره، يموه يحطها لجبر، هينفرد جبر جول جول علي جبر تيجي الزياده ويدي الباسم مرسي. لا 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 يا ولد يا لعيب، ادي اللعيب اللي مش متشاف ومش متراقب، عمل الهات وخد، وفيها كلمه السر في مباراه النهارده. ايمن حفني شوف اداله الكره طلاقه من جبر، مشي وعملها له هديه طبعا يحطها باسم مرسي عشان يسجل الجول الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 70، وتصبح النتيجه 3-0 يتقدم الزمالك بنتيجه كبيره. شوف ايمن حفني واللي بيعمله، لعيب كبير. ادي مشي جبر، عدى وداس على الكوره كويس قوي بقوه تحسب له طبعا، مع متابعه باسم ما طمعش فيها لانه باصص وشايف اهو، باصص وشايف باسم واداها له طبعا هديه، والمرمى مفتوح على مصراعيه، ويقدم ويسجل الهدف الثالث. ابرز ما في اهداف نادي الزمالك التعاون، لعيبه بتلعب لبعض زي ما شفنا في الجول الثاني، هديه حفني الباسم، وادي المره دي علي جبر مع باسم مرسي. وده شيء مهم، دايما اقول الرؤيه، التعاون، العمل الجماعي، الكره لعبه جماعيه. ايمانويل مايوكا هل يجعلها رباعيه للزمالك ويأكد فوز الزمالك وصعوده للمباراه النهائيه؟ هنشوف. مانويل مايوكا ايمانويل، جول مايوكا نجم منتخب الرصاصات النحاسيه وهداف زامبيا، يحط الجول الرابع باقتدار بضربه الجزاء في رأسة الفرح والسعاده للدولي الزامبي اللي عايز يرجع طبعا، وعايز في ظل وجود ستانلي. شوف توفيق مشي ازاي، وعملها الباسم مع اشتراك
حسني عبد ربه، يقع باسم ويدي ضربة الجزاء محمد فاروق، حطها حلوة مايوكا ناحية اليمين، وراح عواد ناحية الشمال عشان الدقيقة 86 مايوكا الزامبي يسجل الهدف الرابع لنادي